يا لهوي، بيشكشك بيشكشك. عندي فرح، لازم نضاره لازم نضاره. ما جبته باركو لاخوك ابو جبل، جبته اخيرا. السكين بوستر بتاع ديرمال، الفاتوره اهي. بصوا، انا من كميه الناس اللي بتتكلم عليه ان هو حلو جدا وبيفتح البشره وبديل السكين بوستر فعلا. انا بجد لفيت عليه الصيدليات كلها، في الاخر جبته من الفار، لقيته الحمد لله. كانت اخر عبوه اصلا، وعلى نون، بس قلت هيتاخر عليا. وفي برضو على السايت بتاعهم، بس بيخلص بسرعه قوي، ده عيبه. كل ما اروح صيدليه يقولوا لي والله لسه بايعين اخر عبوه من امبارح. السكين بوستر بتاع ديرمال، جماعه انا هموت واجربه. في نايسيناميد وفي هيالورونيك اسيد وفي كميه حاجات سير وبيبتايدز بتفتح البشره وبتخليكي كانك عامله سكين بوستر في العياده. فانا هجربه وهقول لكم، يعني انا هحطه بالليل قبل ما انام واشوف تاني يوم الصبح. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي بريك ابس هنا، وفي علامات حبوب، وفي بصوا بشرتي مجهده الفتره دي جدا. فيت عليه كميه صيدليات مش طبيعيه، مش موجود. العزبي والطرشوبي والطيبي، كميه حاجات مش طبيعيه. في الاخر لقيته في محمود الفار. بصوا، انا غسلت وشي كويس قوي. انا عندي فرح بكره في القاهره، فاتمنى تديني نضاره ما يطلعليش حبوب. انا بشرتي حساسه معرضه للحبوب، فانا عندي فرح، فان شاء الله خير يعني باذن الله. انا طبعا عملت الاول حاجه تيست هنا على ايدي وتيست هنا ورا ودني، فالحمد لله ما عنديش حساسيه يعني كده. تقريبا كبيته على نفسي. هو صعب شويه، بس هو وجع يحتمل، بس هو بيشكشك شويه. هو يحتمل، هو وجع يحتمل عموما. بس ده معمول بتقنيه المايكرو نيدلينج، يعني هو بتحسي بشكشكه عشان في نيدلز كده بتدخل جوه الجلد وتعملك نضاره، لان فيه هيالورونيك اسيد ونايسيناميد عشان البورز كده، وفي ترطيب عالي جدا لان فيه سنتيلا. فده قنبله نضاره. هو حلو قوي بصراحه، بس النتيجه بتاعته تبقى اقوى لما انام واصحى هلاقي طبعا البشرتي امتصت كل النيدلز كلها والاكتيف انجريدينتس كلها، فالنضاره هتبان. فانا الصبح مسافره القاهره، فان شاء الله قبل الفرح وقبل الميك اب هيبقى حلو قوي. حلو قوي، تحفه بجد. لو لقيتوه هاتوه، بيدي نضاره مش طبيعيه. وانا كمان النضاره هتزيد بكره لما بتنامي بيه، عشان الاكتيف انجريدينتس كلها بتمتص من البشره. فحلو قوي بجد، هاتوه لو لقيتوه، يعني اتمنى ما يخلصش. طب انا عايزه اقولك ان دي منظر بشرتي في الجامعه. انا عارفه ان هي بجد سيئه جدا وما كنتش بعالجها. الماده الوحيده اللي عالجت لي السكارز عندي، الاكني سكارز خاصه سبيشالي الحمراء، هي الازاليك اسيد. سحر، متجوزه مخطوبه مفركشه حامل مش حامل، الماده الوحيده اللي امنه معاكي طول حياتك. انا بحسها كده صاحبه الستات، بنوته صغيره كبيره شابه عندها 60 سنه عادي جدا، اثار حمراء عندك سبيشالي دي. بصوا، انا جربت طبعا، هي عيبها واحد بس ان هي مش موجوده في مصر. برودكتس اجنبيه وكوري غاليه جدا. ده البرودكت المصري الوحيد اللي فيه ماده الازاليك اسيد وفيه زنك بي سي اي. انا اصلا هحطه على ايدي دلوقتي، في هنا سكار عندي في ايدي، وفي حبايه روتين في الاسبوع. انت مش متخيله اي اثار حبوب عندك، اكني سكارز هنا مش طبيعيه، وحتى كوميدونز هنا حبوب صغيره هتعالجها لك. ده من ديرمسي. انا جربته، قلت هو اصلا كنت جبته ب 300 400 جنيه. ده هيغنيك عن اي بيلينج، بجد تحفه. انا اصلا اتفاجئت بالافكت بتاعه، هو بجد احسن من الاجنبي كمان. بيفتح جدا التصبغات. الناس اللي بتقول لي في تصبغات عندي في المؤخره او في الظهر او في حبوب صغيره، ده في زنك بي سي اي. لو في عندك حبوب هنا، انا برضو بحطه على بشرتي مرتين لثلاثه في الاسبوع بالليل، وتنامي بيه تصحي تلاقي منوره. فظيع فظيع فظيع، استخدميه بجد. هو ده الحاجه الوحيده اللي نفعت معايا بصراحه في الحبوب واثرها تحفه. اسمه ديرمسي، فظيع. طب انا هقول لك على طريقه سهله تماما لعلاج حبوب الظهر عندك والمؤخره والتصبغات واي غمقان في جسمك. بجد هتدعي لي عليه بعدين يختفي تماما لو انت اتبعتي اللي انا هقوله ده بالتفصيل. واحد، امنعي لي دراي برش تماما، لانها للاسف بتعمل مايكرو التريشن، يعني ايه، جروح طفيفه، بسبب ان هي خشنه وتبوظ السكين باري عندك او حاجز البشره. زيها زي سكراب القهوه بالسكر. السكر بجد خشن جدا على بشرتك، فبيقلب بالتهاب، والالتهاب بيقلب بغمقان. بجد دي اسوأ حاجه ممكن تستخدميها، اللي هي الليفه الصفرا دي اللي مليانه بكتيريا وفطريات، بجد بتكون بيلد ابس وتزود لك جلد الوز. جاي لكيميكال بيلينج، يعني تقشير كيميائي لجلدك عشان يبقى سموث خالص، بجد هيتحول 180 درجه. ودي حاجه عرفتها من دكتور اجنبيه. من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدميها في حياتك. انا اصلا جبته اول ما نزل على طول. ده ليه ده بالذات؟ لان ده اول جلايكوليك اسيد سبراي من نوفيرا، ده فيه جلايكوليك اسيد
تحفه في التقشير. في سلسلك اسيد بيتخلص من الحبوب اللي هي الكوميدونز البسيطه اللي في الظهر او المؤخره او اي حاجه في وشك. كمان في نايسيناميد لو انت عندك بورز مسام واسعه او كده بيساعد ان هو يضيقها شويه، وبيحفز كمان انتاج الكولاجين كتير. بصي في مواد تقشير ومواد في بقى امولينز، في سنتلا لو انت مثلا عندك جلدك بيتحسس من اي ماده تقشير، فهو بجد ملطف خالص. انت اصلا مش هتحسي باي حاجه، انت بتحطيه جلدك بيتقشر في نفس الوقت بيفتح وانتي مش حاسه بده، عشان في مواد ايمولينز طبيعيه، في سنتلا واوتو اكستراكت، يعني هو حاجات ملطفه مرطبه وفي نفس الوقت مقشره، وفي نفس الوقت بتخلص من بويز عندك. لو انتي كمان عندك بويز هنا لو انتي عايز تخلصي منها او كده، الحمد لله انا عندي راحت مثلا من اللي هنا بجد. ده خطير. ده اول جلايكوليك اسيد مصري سبراي في السوق، جبته من عنون، كان عليه خصم 50% فجبته. تحفه، اوفر فظيع بصراحه، رخيص جدا. تحطيه على ظهرك والمؤخره عندك مرتين في الاسبوع. جماعه انتوا مش متخيلين، انت مش متخيلين التفتيح اللي هو ممكن يعمله. بترش بيها جلدك كله كده، بترطبي على طول مرتين ل3 مرات في الاسبوع، وتحطيه على اندر ارم عندك، تحطيه على الباطك عندك المؤخره، تحطيه على ظهرك، اي حبوب او غمقان في جسمك بجد مش هتلاقيها تاني. لو انتوا عايزين جلدكم يبقى ناعم جدا جدا حرفيا تكتشر سموث خالص، انا بجد اول مره في حياتي اشوف جلدي الحمد لله ورجلي ناعمه بالطريقه دي. فمنفصلك الاندر ارم عندك تحطيه على اي حته، حطه كده، على كده، تجنبي تماما حوالين الشفايف والعينين، لان دي مناطق سنسيتيف شويه، ما ينفعش معاها جلايكوليك اسيد او تقشير. ده فيه لاكتيك وجلايكوليك وسلسلك، حاجات كده قويه جدا. اسبوعين 3 بالكتير هتلاقي جسمك زي الفل. احلى حاجه ممكن تعملوها في شعركم عشان تتخلصوا تماما من القشره الدهنيه، هتجيبوا جلايكوليك اسيد او سلسلك اسيد وتحطوه على شعركم مره في الاسبوع. مثلا نفترض ان هو يوم الجمعه، كله على الفروه اهم حاجه، ومساج 5 دقائق قبل الشعر بتاعكم يوم الجمعه مثلا، ومساج كده خفيف، وبعد كده تغسلوا شعركم بالشامبو القشره بتاعكم. انتوا مش هتلاقوا تساقط تاني، لو انتوا الحديد طبعا والزنك عندكم متظبط مش هتلاقوا تساقط، وهتتخلصوا تماما من القشره الدهنيه عندكم. ده حاجه انا جربتها وبجد خطيرة. انا اتعرض عليا 300,000 جنيه عشان اعمل اعلان لبرنامج، يعني هو مش تعارف، هو AI تعارف، ان هو الاي اي ده هيبقى صاحبك، هيبقى هو اللي بيحللك مشاكلك، هو اللي هيبقى your boyfriend، يعني اللي هو ايه، هو ده اللي هيبقى الخلاصة ليكي والنجاة ليكي من الحياة. المهم انا عماله استفسر يعني الاي اي ده عباره عن ايه، لو هل هو تعليمي، فهو مكتوب ان هو ايموشنالي معاكي، يعني هو ممكن كمان الموضوع يتاخد في حته وحشه جدا جدا جدا، لاي حد ممكن يلجأ له لجفاف عاطفي باي شكل من الاشكال. فهو مكتوب كده ان هو هيبقى معاكي your boyfriend يعني. المهم اي حد لسه بادئ كونتنت جديد او كده هيلاقي في اعلانات ايه ده، الله ايه ارقام الفلوس دي. اصلا هقول لكم حاجه، اي اعلان ممكن يجي لكم، مش ما فيش حد في الدنيا بيعرض عليكم مبلغ في الاول. احنا هنعرض عليكي $6000 عشان تعمل لنا اعلان او دعايه للاي اي تول. الاي اي ده ما هو الا صديقك المقرب اللي هو هيحللك مشاكلك كلها، اللي هيكون معاكي مش عارف ايه. دي كلها حاجات نصب، ودي كلها حاجات ممكن توديكوا في داهيه بعدين، هتحطكوا في. المهم ما تصدقوش اي حاجه ممكن تتبعت لكم، ما تصدقوش اي اعلانات ممكن تجي لكم. اول حاجه اتقي الله، يعني انت او في اي حاجه انت ممكن تعملها اسال عليها قبل ما تديرها في اي حاجه. البرنامج ده مخصص لايه؟ انا مش ضد الادز خالص، انا مش ضد الدعايه خالص، لكن ايه محتوى الدعاية اللي انت ممكن هل الدعاية دي مفيدة ليك، مفيدة للناس، ولا ممكن تضرك وتضر الناس؟ لان للاسف لا قدر الله ممكن تتحط في حتة انت مش حلوة ليها. بس دي نصيحة قلت ان انا الحمد لله انا ما وقعتش فيها، فممكن غيري لا قدر الله ممكن يقع فيه، فقلت ان انا اللي هو انصحكم، عشان انا ممكن لو انا في سن قليل او اصغر من كده شويه ممكن اقول الله ده دعايه حلوه، ده ما كنتش فاهمه ان ده غلط او كده، فكنت عادي ادوس فيها. فخدوا بالكم، مش اي حاجه تجيلكم او على الايميل او خاصه او كده ممكن تكون فيها نصب، ممكن تكون هي سكام، ممكن تكون اصلا حاجه هاكس اصلا عشان تهاك الابلكيشنز عندك بتاعتك، البلاتفورمز بتاعتك، فخلي بالك.